السلام عليكم، مرحبا بكم. انا فله. هذه المره حبيت نشارك معكم وصفه كيكه الموز بالشوكولاته والقرفه، من اطرى الكيكات اللي ممكن تجربوها. اذا كنتوا لاول مره تشوفوا قناتي ما تنساوش تشتركوا فيها وتضغطوا على زر الجرس حتى تصلكم كل الاشعارات بالفيديوهات الجديده. قبل ما نبدا في تحضير الكيكه رايحين نشعلوا الفرن على 180 درجه، وثاني شيء رايحين نجهزوا السنيوه اللي رايحين نستعملوها. نحطوا فيها شويه زيت، ندهنوا السنيوه مليح على الاطراف باش ما تحصلنا ما تشبطش فيها العجين. نزيدوا شويه فرينه مولا ندهنوها بالزيت، ونمرروا الفرينه على كل جوانب السنيوه نتاعنا. طبعا نكونوا درنا كيس بلاستيكي باش نفطوا فيه الفرينه وما نضيعوهاش، نستعملوها نجمعوها ونستعملوها في الكيفيه باذن الله. اول حاجه نديروها هي الشوكولا. نحتاجو هنايا اون طابليت دو شوكولا، نضربوها مليح باش تهرس الى قطع صغيره. اذا كان ما تهرستش مليح نعاودو نقصوها قبالها بالسكين حتى نتحصلوا على قطع صغيره نستعملوها في الكيفيه. اول حاجه نبداو فيها في تحضير الكيكه هي نخلطوا النواشف مع بعضها. عندنا كاس ونص من الفرينه، كاس 240 مليلتر، نزيدوا لهم كاس ونصف من الفرينه، نزيدوا كيس من الخميره الكيميائيه وملعقتين من الكاكاو. طبعا الكاكاو كما راكم تشوفوا راهي النوعيه الجيده، نوعيه هذه خيروا النوعيه الجيده باش تخرج لكم الكيكه والحلويات ديالكم بصفه عامه تكون مليحه. صح هو يجي غالي بارابور الكاكاو العادي، ولكن بنين ويعطي مذاق رائع للكيفيات اللي نخدموها به. كما قلنا كأس ونص من الفرينه، كيس خميره كيميائيه، وملعقتين كبار من الكاكاو، كاكاو النوعيه الجيده، نغربلوهم. ونزيدو نصف علبه الشوكولاته هذيك، النصف نحطوه مع النواشف والنصف الاخر راح نشوفوا واش نديرو به. نزيدو مع النواشف ملعقه صغيره من بيكربونات الصودا. طبعا هذه الملعقه راه هي اللي حتخلي لنا الكيكه نتاعنا تجي هشيشه. خلطوا النواشف مع بعضهم، نجيبوا إناء آخر حطوا فيه الموز. طبعا عندنا 2 حبات موز. الموز نخيروا اللي يكون طاب، من المستحسن يكون طايب باش يعطينا ذوق مليح للكيكه نتاعنا. نهرسوا الموز مليح بواسطه هرسوا الموز مليح بلا فورشات. نزيدوا له الموز، نزيدوا 2 حبات بيض. طبعا الموز هذا راح يعطينا ذوق مليح للكيكه ديالنا. نزيدوا نصف كاس دائما من السكر العادي. طبعا الكاس المستعمل هو كاس 240 مليلتر، ونضربوا مليح مليح الضراب الكهربائي. نضربوا البيض كما قلنا مع ذلك الموز والسكر، ونزيدوا نصف كاس زيت. ما نحطوهش على ضربه، نحطوه بشويه ونضربوا باش يولي لنا الخليط يشبه لا مايونيز. طبعا كي تحصلوا على هذاك الخليط يشبه لا مايونيز، الكيكه نتاعنا ما رايحاش تهبط، راح تجي طالعه وتجي مليحه في السمك ديالها.
نضربوا مليح المقادير السائله مع بعضها. نزيدوا نصف كأس من الحليب ونضربوا بشويه، ما نحطوهش على ضربه. الكأس المستعمل كما قلنا دائما هو كأس 240 مليلتر. نضربوا المقادير السائله مع بعضها مليح. نجيبوا النواشف اللي خلطناهم مع بعض ونضيفوهم للمزيج السوائل. نضيفوا النواشف، خليط النواشف للسوائل. الحاجه اللي نضيفوها هنا وتزيد واحد البنه خرافيه للكيكه ديالنا هي ملعقه صغيره من القرفه، تعطي ذوق رائع للكيكه نتاعنا مع الموز. القرفه والشوكولاته والموز يعطيو الذوق رائع للكيكه هذه. ملعقه صغيره قلنا من القرفه المرحيه، ونخلطوا السوائل والنواشف مع بعض جيدا. ما نتحصلوا على هذا المزيج نفرغوه في السنيوه اللي كنا دهناها من قبل. قطر السنيوه هو 28 سنتيمتر. قطر السنيوه نتاعنا هو 28 سنتيمتر. طبعا المقادير بالغرام راح تلقاوهم في صندوق الوصف. نحطوا هذيك الشوكولاته اللي المتبقيه نحطوها على وجه الكيكه، ونزيدوا شويه نتاع الجوز. طبعا دخلناها على فرن 180 درجه. مورلاص طلع في الفرن وسطيب الكيكه ديالنا، ما خليوهاش حتى تطيب خلاص. نحطوا لها كما كنتوا تشوفوا البابي كويسون. علاش؟ باش ما يتنحرقش الوجه نتاعها من فوق وما تنحرقش هذيك الشوكولا اللي حطينا لها من فوق، باش تجي مليحه تقعد دايبه وما تجيش محروقه. ونخليوها في الفرن ولا تطيب حتى تبرد تقريبا. نفتحوا شويه الفرن ونخليوها، ما نخرجوهاش ديريكت باش ما تهبطناش. طبعا مولا طيب وتبرد في الفرن نجيبوها نحطوها في صحن التقديم كما راكم تشوفوا. كيكه ما شاء الله روعه في المذاق، مليحه للاطفال ديالنا. فيها القرفه، فيها الشوكولا، فيها الكاكاو صحي. السكر انا الكيمه عطيت لكم راهي تجي معتدله في السكر. الناس اللي يحبوا الحلوه نتاعهم تكون حلوه يزيدوا شويه من كميه السكر. انا ما نحبش السكريات بزاف، جاتني عادي. لكن الناس اللي تحب تكون الحلوه نتاعها حلوه زيد شويه، تزيد حل ملعقه كبيره ولا زوج نتاع السكر. نتمنى ان شاء الله تكون عجبتكم الكيفيه.